طلبتوا مني في تعليقات فيديو تحدي المنيو من كنتاكي ان انا اعمل لكم فراخ كنتاكي المعروفة الفراخ المقلية، ودي بصراحة افضل طريقة جربتها للفراخ المقلية فلازم تعرفوها. احلى واطعم واسهل واسرع كنتاكي ممكن تعمليها وممكن تدوقيها سواء من بره او في البيت. طريقتها سهلة جدا، مستوية جدا جدا من جوه ومقرمشة جدا من بره. اول حاجة بحط حلة كبيرة على نار عالية وفيها تقريبا تلتينها مية لحد ما تغلي. اول ما المية تغلي بحط فيها بصلاية متوسطة متقطعة مربعات، ومعلقتين كبار من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة من الفلفل الأسود، وأربع فصوص كده من الحبهان. أنا بكتر التوابل هنا عشان الفراخ تشرب معايا الطعم. 4 ورقات كده من ورق اللورة، معلقة كبيرة من التوم البودر، معلقة كبيرة من البصل البودر، معلقة من الكاري بيدي برضو طعم جميل قوي، نص معلقة من الجنزبيل، مش بكتر من الجنزبيل عشان طعمه قوي جدا. بقلب الحاجات دي كلها مع بعض الاول، والميه طبعا لازم تكون بتغلي زي ما انتم شايفين كده. بكون محضره الفرخه مقطعاها 8 قطع ومنضفاها طبعا كويس قوي ومصفياها من الميه كويس، سايباها بالجلد بتاعها عادي جدا. بحطها كلها وبغطي عليها. دول حوالي فرخه ونص. عندي بقى نص كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من البصل البودر، نص معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من البابريكا، معلقة صغيرة من الثوم البودر، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. يبقى نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكاري، الباقي كله معلقة صغيرة. بقلب الدقيق. كمية النص كيلو دقيق بتكفيلي فرخة ونص، بس لسه هنشوف مع بعض دلوقتي هنحط عليها ايه تاني، اللي هو معلقة كبيرة من البيكنج باودر عشان يبقى قوامها هش ومقرمش معايا ما تبقاش مكتومة، ومعلقتين كبار من النشا بتخليها مقرمشة معايا زيادة فوق قرمشة الدقيق، وبتخليها تحتفظ بالقرمشة بتاعتها حتى لو بردت. بقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس قوي، وببدأ ان انا اجيب طبق تاني غويط واحط فيه شوية من الدقيق اللي انا تبلته ده بالتوابل كلها، يعني بحط حوالي تلت الكمية، واحط عليهم بضاية واحدة، وابدأ ان انا ازود المية بتاعتي واحدة واحدة. الاول مثلا بحط نص كوباية وبقلب. ما تخافوش ابدا ان البضاية تعمل زفارة مع المية، لا خالص. انا التوابل بتاعتي مش هتخلي فيه اي زفارة نهائيا في الخليط اللي احنا هنعمله ده. ببدأ ان انا اضربه بالمضرب كده كويس قوي لحد ما احس ان هو مش محتاج مية تاني خلاص، وقوامه بقى كريمي كده، لا هو سايل قوي ولا هو تقيل قوي، عامل زي سلطة الطحينة كده. دي من افضل الطرق اللي انا جربت بيها الكنتاكي، وموجود برضو على قناتي شيفستا طرق تانية كتير للكنتاكي، منها اللي احنا مش بنسلقها اصلا، ومنها اللي بنسلقها وبدل الخليط ده بنحطه في الشوربة. طرق كتير قوي، لكن انا بحب الطريقة ديت، وبحب كمان طريقة الشوربة الموجودة على القناة برضو شوفوها. الطريقة ديت بتضمن لي قرمشة رهيبة. بحطه طبعا الاول في الخليط دوت، وبعدين بحطه في الدقيق اللي انا تبلته. ببدأ ان انا ادوس عليه بايديا كده، اضغط عليه بايديا عشان يشرب الدقيق، وابدا ان انا انفضه كده جامد. لو في اي جانب من الجوانب ما خدش دقيق بحطه تاني وبنفضه كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده عشان يديني الشكل المشرشر اللي كلنا عارفينه. حابين تحطوه مره واحده في الخليط ومره واحده في الدقيق اوكي، حابين تحطوا مرتين هنا ومرتين هنا مفيش مشكله. بكون محضره حله صغيره على النار عاليه يكون فيها زيت غزير، لازم تتقلي الكنتاكي في زيت غزير. ما احطش الكنتاكي في الزيت قبل ما الزيت يكون سخن تماما، لازم يكون سخن قوي. ولما احط الكنتاكي فيه طبعا هي مستويه، ولكن انا حابه ان انا اسويها برضو على نار متوسطه عشان اتاكد ان الدقيق بتاعي استوى كويس من جوه ومن بره.
شايفين القرمشة، شايفين الشكل، هو ده الشكل بتاع كنتاكي بالظبط، والقرمشة هي والطعم بجد تحفة. لازم تجربوه بنفسكم عشان تعرفوا قد ايه هو حلو ويستاهل ان انتوا تعملوه بالطريقة ديت. لو جربتوه بالطريقة ديت مش هتحتاجوا ان انتوا تجيبوا كنتاكي اصلا من بره تاني. عشان تفضل برضو مقرمشة، انا لما بخرجها من الزيت بصفيها كويس من الزيت وبحطها على الشبكة بتاعة الفرن، وبسيب الفرن يعني الباب بتاعه مفتوح، طبعا الفرن نفسه مقفول تماما مفيهوش اي نار ولا حرارة، بسيب بس الباب بتاعه مفتوح وبحطها على الشبكة. عندك شبكة تانية اوكي، ده بيضمن ان هي تفضل مقرمشة والزيت بتاعها يتصفى زيادة. وبتعملي بقى جنبها بطاطس وكول سلو وكل حاجة انت عايزاها، ورز ريزو طبعا هتلاقي برضو طريقته موجودة على القناة. حبيت ان انا اعملكم الطريقة دي عشان تعرفوها وتحبوها زيي. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. بالهنا والشفا.